السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد موسى من قناة مستر تك. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الراوتر والفايبر الجديد، مميزاته، إمكانياته، عيوبه، وإيه الفرق بينه وبين الراوتر العادي أو الراوتر السوبر فيكتور. خليكم معانا ومستر تك. في البداية لو بتتابعنا لأول مرة ما تنساش تضغط سبسكرايب وتشترك في القناة، وما تنساش اللايك الجميل وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. راوتر والفايبر الجديد. الراوتر بتاعنا هو راوتر هواوي HG 8145 راوتر والفايبر الجديد. تعالوا كده نشوف شكل الراوتر بتاعنا. ده طبعا الكتالوج بتاعنا وكيفية الاستخدام، وده شكل الراوتر بتاعنا. الراوتر بتاعنا مزود ب2 انتنة للحصول على إشارة قوية بعكس الراوترات اللي قبل كده، ومزود كمان ب4 فتحات لان علشان تقدر توصل أكتر من جهاز كمبيوتر أو أي جهاز عن طريق السلك، ومزود بفتحة فون لتوصيل جهاز التليفون أو عدة التليفون، ومزود فتحة USB، ودي طبعا فتحة الباور ومفتاح التشغيل والإيقاف. وهنا طبعا مفتاح ال WLAN وال WPS اللي بيفصل ويفتح ال WPS والواي فاي. وهنا طبعا فتحة الريسيت واللي بتعمل عن طريقها إعادة ضبط المصنع. وأخيرا فتحة الفايبر واللي بتوصل فيها كابل الفايبر. ده طبعا كابل اللان عشان توصل الراوتر الكمبيوتر، وده كابل حرارة عشان تقدر توصل بيه التليفون الأرضي. وده طبعا الأدابتور اللي هنوصل عن طريقه الراوتر بالكهرباء. وأخيرا طبعا كابل الفايبر. ده كابل الفايبر بتاعنا أو الكابلات الضوئية، واللي طبعا بنقدر عن طريقه نحصل على أعلى سرعة وجودة للإنترنت. راوتر وي HG 8145 يعتبر راوتر هواوي HG 8145 من أجهزة الراوتر المتقدمة لشركة وي، والذي يعمل بالألياف الضوئية. المواصفات الرئيسية: أول حاجة الدعم التكنولوجي، يدعم تقنية الألياف البصرية FTTH مما يضمن سرعة اتصال عالية جدا وثابتة. السرعة يدعم سرعات تصل إلى 1000 ميجا بت في الثانية، يعني 1 جيجا، مما يتيح تجربة تصفح ومشاهدة سلسة. المنافذ مزود طبعا ب4 منافذ لان زي ما قلنا في بداية الفيديو، وطبعا منفذ USB، ده غير طبعا منفذ الفون اللي بتقدر عن طريقه توصل عدة تليفون أرضي. اتصال اللاسلكي يدعم ترددات 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز، مما يوفر تغطية واسعة وسرعات عالية للأجهزة المتصلة. الأمان يحتوي على مميزات أمان متقدمة وقوة تشفير عالية ومتطورة لحماية الشبكة. نيجي بقى للمميزات. أداء عالي، يدعم سرعات اتصال مستقرة وعالية، مما يحسن تجربة المستخدم في التصفح ومشاهدة المحتوى. تغطية واسعة وسرعة واي فاي عالية. تغطية واسعة طبعا بالتردد 2.4، وده اللي بيديلك إشارة بعيدة المدى للواي فاي، زائد كمان سرعة في الواي فاي، وديت اللي بيديها لنا تردد 5 جيجا هرتز. يعني كده عندنا ترددين، تردد 2.4 واللي بيدينا مساحة كبيرة من الواي فاي، وتردد 5 جيجا هرتز واللي بيدينا سرعة عالية للواي فاي. وطبعا ما ننساش أهم ميزة في الراوتر الفايبر، وهي تقنية الفايبر أو ال FTTH، دي طبعا اللي بتدينا سرعة عالية بتصل إلى 1 جيجا. نيجي بقى للعيوب واللي ما بنعتبرهاش عيوب. عيب الراوتر ده يا جماعة إن حضرتك ما تقدرش تستخدمه غير مع الألياف البصرية. الراوتر ده يا جماعة بيدعم كابلات الألياف البصرية اللي تقدر عن طريقه تتصل بكابلات الألياف البصرية، واللي بتدي لك سرعة تصل إلى 1 جيجا. العيب الوحيد اللي في الراوتر ده يا جماعة إنك ما تقدرش توصله مع الكابلات العادية، ما تقدرش توصله غير مع كابلات الفايبر، وده طبعا أنا ما بعتبروش عيب، لأن طبعا راوتر الفايبر توصله مع كابلات الفايبر، والراوترات العادية زي السوبر فيكتور تقدر توصلها مع الكابلات العادية. فطبعا كل كابلات. العيب الوحيد أو المشكلة الوحيدة في الراوتر ده يا جماعة إن هو راوتر فايبر، يعني مش هتقدر توصله غير مع الكابلات الفايبر، ده طبعا ما يعتبرش عيب.
ولكن في حالة ان حضرتك حبيت تنقل من مكان لاخر، والمكان اللي انت هتنقل فيه مفيش فيه كابلات ضوئية، في الحالة دي انت هتستغنى عن الراوتر ده خالص. في حالة ان حضرتك حبيت تنقل من مكان للتاني والمكان ده مفيش فيه كابلات فايبر وفيه كابلات عادية، في الحالة دي حضرتك هتضطر انك تستغنى عن الراوتر الفايبر وهتشتغل بالراوتر العادي او الراوتر السوبر فيكتور. وده بصراحة ما بعتبروش عيب، لان طبعا لكل كابلات الراوتر الخاص بيها. في كابلات الفايبر لها الراوتر الفايبر، والكابلات النحاس العادية لها الراوتر السوبر فيكتور، والراوترات الاي دي اس ال والفي دي اس ال. بصراحة راوتر وي اتش جي 8145 الفايبر راوتر مميز جدا، وكفاية ان هو بيدينا سرعة لحد 1 جيجا. في طبعا ناس كتير بتسأل سؤال مهم جدا: انا دلوقتي سرعتي 30 ميجا، هتفرق معايا ايه اذا كان السرعة 1 جيجا او غيره؟ انا كده كده مش هيوصل لي اكتر من ال 30 ميجا بتوعي. طب انا هستفاد براوتر زي ده في ايه؟ هقول لحضرتك وهضرب لحضرتك مثال. لو عندك حضرتك طريقين لو عندك طريق 120 كيلو وطريق سرعته 80 كيلو، وانا عربيتي مثلا سرعتها القصوى 80 كيلو، الاحسن فيهم ان امشي في الطريق اللي سرعته 80 ولا الطريق ال 120؟ اكيد طبعا الطريق اللي سرعته 120، لان طبعا همشي براحتي وهقدر اجيب سرعتي العاليه براحتي. يعني هقدر اوصل ل 30 ميجا بتاعتي بكل سهوله. يعني طبعا كل ما يكون الكابلات بتاعتي والراوتر بتاعي احدث واسرع، هقدر اوصل السرعه بتاعتي بكل سهوله وبجوده عاليه. تجربه الفايبر تجربه جميله جدا، اوعى تفرط فيها. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقه ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحه اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناه مستر تك. واي سؤال او استفسار سيبوها لي في تعليقات اسفل الفيديو، وبحاول ارد عليكم في اقرب وقت ممكن. وما تنسوش الاعجاب بصفحتنا على الفيسبوك والتيك توك، محمد موسى مستر تكنولوجي ومستر تك. وشكرا على حسن متابعتكم.